السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. حلقتنا النهاردة مختلفة تماما، خارج المطبخ بتاعنا. اول مرة اعمل معاكم فيديو خارج المطبخ، اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله. انا هنا في القاهرة خارج اسكندرية، دخلت مطعم عجبني كتير جدا جدا جدا. المطعم ده من اجمل المطاعم اللي انا دخلتها في حياتي بجد. مطعم بجد تحفة، يعتبر من اكبر المطاعم في القاهرة. ده كده الباركن بتاع المطعم، وده اسم المطعم اسمه حجوجة. عايزه اقول لكم على المطعم وجماله، وعجبني قوي. ما كنتش ناوي ان انا اصور اصلا، وكنا مروحين من القاهره. يعني احنا مروحين كده الساعه 1 بالليل، فقلنا ندخل المطعم ده يعني ناكل فيه. عجبني جدا جدا. هنا بقى جانا بنتي العسل الصغنن بتاعي، ده كده اخر العنقود. فيعني حابه كده تتصور مع حجوجه. بصوا بقى حجوجه كده تحس ان هي صاحبه جنى. هنا كده بصور لكم المكان من بره، وبصوا كمية الناس اللي جوه. لو انتوا بصيتوا كده شايفين احنا هنا دخلنا المطعم. كانت الساعة 1، وده آخر يعني فوق كان يدخل المطعم، هو آخر ميعاد ليه الساعة 1. بعد الساعة 1 ما يعني مفيش دخول. شايفين الإضاءة وشايفين الشجر البلح اللي معمول، وهو منه كده للهواء الطلق، يعني مفيش كده. بص قاعدة كده في هدوء، وجو بالليل كده كان حلو جدا. وده الاستاف بتاع المطعم، ناس محترمة جدا وشباب زي العسل، ربنا يفديهم يا رب. محترمين جدا جدا، الخدمة هايلة فيه. الأكل بتقدم أقول لكم على أعلى مستوى، المكان حلو قوي. هنا المنيو بتاع الأكل هصوره لكم برضو في آخر الحلقة، علشان تعرفوا الأسعار بتاعة الأكل. لو انتوا عايزين إن أنا أقول لكم الأسعار قولي في التعليقات بتاعتي إن شاء الله وأنا أقول لكم. بصوا الأبراج اللي هي فوق، الأبراج عاملة زي أبراج الحمام كده معمولة، وكل مبنى كده له قبة بالشكل ده. وهنا بقى 4 حاجات، 2 كبار و2 صغيرين، وجانا بنتي طالعه تتصور معاهم. خلاص هي صاحبتهم يعني. بصي بتقول لي يا مامي جمال قوي. حتى انت تحس بجد ان ان شكلهم عارف بيدل على طيبة الناس الزمان، الناس القديمة بتاعت زمان. بجد الصورة بتاعتهم كده والرسمة بتاعتهم والفكرة اصلا بتاع المحل، بتاعت المطعم اصلا، قصدي فكرة خطيرة. هو عبارة عن مساحة كبيرة جدا جدا، في أماكن جوه لو أنت حابة تاكلي جوه، وفي أماكن بره. يعني الشجر مع الإضاءة مع المبنى، يعني المبنى من بره كده، في كل مبنى ليه قبة كده، وشكل الأبراج من فوق حاجة كده خطيرة. انا هنا بتصور مع الحاجتين الجمال دول، حاجه صغيره والحاجه الكبيره. قلت اخد كده ايه لقطه واقفه معاهم. انا اصلا يا جماعه ما كانش ناويه ان انا اصور خالص والله العظيم. بصوا بقى كميه الناس، وبصوا الجمال والاضاءه والمنك للهوا كده، والجو بتاع بالليل. هنا جانا بقى بتتجول في المكان، حبت المكان جدا. وطبعا زي ما قلت لكم كده برضو المساحه كبيره كبيره قوي. يعني انا ما عرفتش اصور ولا ما تجولتش فيه كله. وكمان عشان ما اطولش عليكم الفيديو، بصوا المكان ده من جوه. ادخلوا دلوقتي لو انتوا عايزه تقعدوا بره بتقعدوا، عايزين تدخلوا جوه في قاعده برضو جوه جميله جدا جدا. وهنا المكان ده تقريبا بتاع تغليف الاكل يعني، او حاجه زي كده. وكل يعني مبنى، ده المكان لو انت اللي عايز يقعد جوه بيقعد جوه بالشكل ده. واللي عايز يقعد بره طبعا منه الهواء الطلق كده زينا، فبيقعد بره. هنا الترابيزه فرشوا المفرش كده مكتوب عليه اسم حجوجه والصوره بتاعتها، حتى الاطباق بتاعتها. الاطباق اصلا يعني ايه تفتح النفس بصراحه. الصوره بتاعتها واسم حجوجه، حتى الشوك والمعالق جايين متغلفين كده، والصوره بتاعت حجوجه واسمها. ده المطعم ده برضو ده اقول لك ايه المبنى ده يعتبر هو اللي بيعمل يعني كل مبنى ليه الاكل المعين بتاعه. ده بصوا برامات الورق العنب، كان الاكل نزل برام ورق العنب بالكوارع. انا بسجل كده خطف قلبي بجد، خطف قلبي، طعمه تحفة. والشوربة كده لها عرق تحفة. طلبنا كده 2 ورق عنب بالكوارع و2 ملوخية. الطشة بتاعت الملوخية وطعمها وريحتها اصلا وبيقدمها بجد خطيرة. ودي الشوك بقول لكم اللي مكتوب عليها اسم حجوجة. وطلبنا طبق كبدة. الكبدة والصوص بتاعها يا جماعة خطير. جانا مبسوطة قوي بصورة حجوجة، وعمالة توريها لكم. اقول لكم الكوارع اصلا يعني هي شكلها كده، انا جوعت بجد. إيه، تحس ان هي كده زبده دايبه.
الصوص بتاع المحشي، يعني عايزه اقول لكم كده تشربيه بالمعلقه كده حاجه كده خيال. ورق العنب بالكوارع احلى طبق ورق عنب بالكوارع بصراحه، يعني انا شفته. شايفين الجمال؟ بجد خطير. عايزه اقول لكم حبايبي كمان ان الطبق السرفيز اللي محطوط تحت البرام ده، هم متعمدين اصلا ان يعني هوريه لكم الصوره دلوقتي، ان ان الصوص بتاعه بتاع البرام ينزل على السرفيز كده، يعني مش تقولوا حاجه مكبوبه او حاجه واقعه عليه يعني. وكنا طالبين كمان ممبار. الممبار تحفه. انا بس بصور بايد ومش عارفه اقطع بايد واحده. إيه، وهوريلكوا كده من جوه دلوقتي. لسه برضو بيقدم لنا الاكل والشربات، برضو شوربه معموله بالثوم. طشة الثوم مديها طعم خطير. هنا جنى بقى من عشاق الليمون، تحب تعصر ليمون كده على الكبده. العزبان بصوا يا جماعه حاجه كده تحفه. الخلطه بتاعتها والطعم بتاعها بجد خطير. انا هنا بوريكم الصوص بتاع المحشي، حاجة كده تخطف القلب بجد. أنا من عشاق أصلا ورق العنب بالكوارع، كنت عملته معاكم حلقة على القناة. بجد كان تحفة. كنت عاملاه تحفة. أنا بحب قوي قوي ورق العنب بالكوارع. هنا بس بصوا الكبدة بقى والصوص بتاعها والملوخية كده العرق، وهنا الشوربة بالطشة التوم، وشوربة تانية من غير التوم. عايزة أقول لكم كمان السلطات. السلطة أصلا طعمها خطير. بوريكم هنا الشوربة قد ايه لها عرق، ودي الملوخية، ودي الشوربة اللي من غير طشة التوم. شايفين؟ بجد حاجة كده تجوع. انا يعني جوعت عايزة اروح تاني. وهنا طبعا العيش انا بقطع كده عشان اوريكم العرق بتاع الملوخية بالعيش. هعمل لكم كده ايه ودن قطة زي ما بيقولوا. وهناكل الملوخية دلوقتي والكبدة. شايفين الكبدة عاملة ازاي والصوص بتاعها؟ معموله كده بالفلفل ومش حر خالص. وكمان كل يعني شويه يجوا يقول لكم في حاجه يعني في الاكل ايه رايكم؟ طب اي خدمه. الناس اللي هناك بجد قمه في الاحترام. قمه في الاحترام بجد. إيه حبايب قلبي، لو في حد دخل المطعم ده هيقول لي في التعليقات فعلا فعلا المطعم جميل جدا، التقديم حلو قوي، الاكل طعمه بجد تحفه. شايفين الملوخيه لا، ورق العنب بالكوارع ده خلاص هو يعني بجد حاجه قمر. هوريكم كمان الممبار من جوه. شايفين؟ مفلفل كده والرز كده ولا واحده ماسكه في التانية. يعني الفكره رهيبه. فكرة الأطباق كده يبقى عليها الصورة بتاعت المطعم بالاسم بالمفرش حتى بالشوك بالمعالق اللي هو اللي هي الستاندات اللي معمولة شكل حجوجة دي. أصلا يعني تحس إن هي فعلا ست طيبة كده، يعني عارفين؟ بجد تحس ان هي الناس القديمه بتاعت زمان، الناس المحترمه اللي هي لافه الطرحه وواقفه كده وقفه محترمه. لا يعني المطعم عجبني بجد، عجبني جدا. بوريكم برضو الكبده ازاي قد ايه حلوه، وطعم الاكل كان جميل جدا جدا. كان يوم حلو بجد. يكفي كده ان انت يعني رفهت على يعني اولادك. طبعا ولادي التانيين قالوا لي احنا عايزين نظهر معاكي بس لما تنشهري شويه، فهم بيحلموا يعني. فانا عايزه الحلم بتاعهم يتحقق. انا حققت 10,000 مشترك الحمد لله، اللهم لك الف حمد. نفسي بقى في صفرين قبل العشرة، عارفين يعني؟ لا هو صفر واحد، يعني صفر مش خسارة فيا، بس صفر على اليمين يا جماعة، تمام. عشان يطلعوا معايا، هي جانا بس اللي طلعت. هنا بقى المنيو بتاع الاكل. حبيت ان انا اصور لكم برضه لو انتوا عايزين تكبروا وتشوفوه، او عايزين تسالونا على اي حاجه انا اقول لكم على الاسعار بتاعته. هنا بقى احنا طالعين من المطعم بجد اسطوره مطاعم. باي باي حجوجه، توحشيني واتمنى ان انا ادخل لك تاني. بجد مطعم من احلى واجمل المطاعم اللي انا دخلتها في حياتي. احنا هنا في طريقنا الاسكندريه بقى مروحين. واتمنى حبايب قلبي من كل يعني من كل قلبي الفيديو عجبكم ان شاء الله، وتقولي في تعليقاتكم الجميله ربنا ما يحرمني منكم ولا من كلامكم الجميل. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك الحلو منكم والاشتراك في القناه. وباي باي.